النقد الصحفي او النقد الفني. كلمة النقد دايما والناقد وبالدال طبعا، لان بعض الناس دلوقتي بقت بتكتبها بالضاد. لا، النقد هو الشيء اللي احنا بنحاول نخلي الناس ازاي يتذوقوا الفن. النقد الحقيقة هو انواع، منها النقد للفنون كلها. يعني في نقد سينمائي، وفي نقد للفن التشكيلي، وفي نقد للمسرح، وفي نقد ادبي للروايات. ايه موضوع النقد ده؟ يعني ايه الحكايه؟ الحقيقه الفتره الاخرانيه دي انا الحقيقه ملاحظ انه كل الناس بتقول رايها، وكل الناس يعني بتستخدم فكره النقد دي، وبيعتقد انه بينقد الشيء يعني هو فاهمه يعني او بيتكلم فيه. الحقيقه الفكره مختلفه تماما. النقد هنا مش اني اقول رايي، مش اقول حلو ووحش. لا، النقد هنا لازم يكون قايم على علم او على دراسه للشيء اللي انا هتكلم فيه. لو خدنا النقد مثلا السينمائي كنوع من انواع الفنون، النقد لازم حضرتك تكون فاهم يعني ايه تكوين الكادر، يعني فاهم يعني ايه الاضاءه، فاهم يعني ايه التمثيل، فاهم يعني ايه الكاستنج، او اللي هو يعني الشخص اللي بيقوم ده بالدور ده، ازاي قدر المخرج انه يجيب شخص مناسب للدور ده. النقد برضو انك تكون حضرتك فاهم البناء الدرامي والسيناريو، حضرتك تكون فاهم في التمثيل، ازاي الممثل قدر يوصل الفكره او يوصل الدور او ما قدرش. اذا هنا عندنا يعني لازم حضرتك تكون فاهم كناقد عشان يتقال عليك ناقد فني. ما ينفعش مثلا انه صحفي كان بيشتغل بيجيب اخبار فنيه فيتحول الى ناقد. لا، المساله هنا اعمق بكتير جدا. فكره ايه النقد وايه اهميته؟ هو مثلث. في شخص بيبدع شيء، وفي ناقد، وفي متلقي. الناقد ده اهميته انه بيأثر في الاثنين. يعني بيأثر في الشخص المبدع اللي هو بينتج العمل الفني، فالمفروض ان هو بيوجهه او بيفهمه ايه الحاجات اللي ناقصه عنده، او ايه الحاجات اللي ما كانتش مظبوطه في العمل الفني. وفي نفس الوقت بيحاول يفهم القارئ انه ازاي يتذوق هذا الفن، ازاي يفهم الفيلم السينمائي، او يفهم اللوحه التشكيليه، او يفهم المسرحيه. مشكله كبيره جدا الحقيقه دلوقتي، انه عشان طبعا تعددت وسائل الاعلام والسوشيال ميديا والحاجات دي، فكل الناس دلوقتي بتنتقد. يعني هو فاكر انه فاهم كل حاجه. لا، قبل ما تفكر انك تنتقد شيء لازم تكون فاهمه تماما، لازم تكون فاهم الجوانب الفنيه بتاعته، لازم تبقى عارف ابعاده، عشان يتقال عليك ناقد ويبقى النقد بتاعك يقولوا عليه نقد بناء. يعني ساعات ما بنبقاش فاهمين يعني ايه نقد بناء ونقد مش بناء. نقد بناء مش معناها ان انا بشكر فيك، وعلى فكره برضو النقد عشان نبقى فاهمين مش معناه ان انا لازم دايما انتقد الشيء يعني اقول عليه انه وحش. لا، في النقد اللي هو برضو بيظهر الجوانب الجيده في العمل الفني، عشان القارئ يقدر يستمتع بيها، يفهم يعني ايه الصوره اتكونت بالشكل ده، يفهم يعني ايه الالوان، يفهم مثلا البعد السينمائي او اللي كان قصده المخرج او اللي كاتب الفيلم من احد المشاهد من غير ما يتكلم. فانت هنا بتفهم الناس يعني ايه التذوق الفني. عشان كده مسألة النقد دي مهمة جدا، ومش اي حد بيشتغل فيها. الحقيقة احنا الفترة الاخرانية كمان حتى في عالم الصحافة، واحيانا في برضو التلفزيونات، الناس بتنتقد الاشياء بشكل انطباعي. طيب، في نقد انطباعي؟ اه طبعا في نقد انطباعي. يعني هو انفعال، الفن انفعال، فحضرتك بتنفعل معاه وبتبدأ تنقد الشيء بانفعالاتك. ولكن يجب دايما الانفعالات دي تكون منضبطة، تكون قايمة دايما على أساس علمي، تكون حضرتك فاهم تماما. لو بصيت لصورة تشكيلية عايز انقدها، ما اقولش وحشة، ما اقولش حلوة. لا، اكون فاهم الظل اللي فيها ازاي، فكرة الصورة ازاي، تكوين النسب بتاعة الاشياء اللي موجودة، نسبة مثلا القدم للجسم، للايد للوش للجسد، لو برسم حصان، لو برسم بني ادم. فلازم هنا تبقى انت حضرتك متذوق اساسا للفن، عندك القدرة على ان فهم الموضوع ده، ثم تدرسه وتتخصص فيه. في حتى في معاهد السينما او الاكاديميات الفنون في قسم مخصوص للنقد، الناس دي بتدرس فيه. لازم يدرس الاول زيه زي اي طالب، ثم يبدأ هنا يجي بشكل اكبر من كده، يفهم اكتر عشان يقدر ينقد. النقد شيء مهم جدا في كل المجالات، بس نرجو انه يكون دايما منضبط وقايم على اساس علمي.